السلام عليكم، صباح الفل. رمضان هو احسن فتره تخس فيه وتشد جسمك فيه، وكل الترهلات اللي في جسمك دي تضيع. جسمي يبقى شكله حلو جدا الحمد لله بفضل الله. يعني عملنا ترانسفورميشن مع اكتر من 1000 عميل في رمضان. بصوا كده، رمضان ده سهل جدا ان احنا نوصل فيه لهدفنا. الفكره في ايه؟ هقول لكم السر. في ناس كتير بيبقى معتقده ان انا اما العب جامد وتمارين كارديو جامد وهيت وهاي انتنستي والشده عاليه والكلام ده كله، ده اللي هيخسسني بسرعه والكلام ده كله، وتلاقي هبطت والسوائل في جسمها قلت وبتدوخ ودايخه ومش قادره تكمل ولا دوامها ولا الكلام ده كله. الصح ان احنا بنلعب كارديو قبل الفطار ب 45 دقيقه، 45 دقيقه قبل الفطار. حاجات بسيطه جدا، لو انتنستي يعني بشده قليله. تمام، شده قليله. عارفين الجري الهروله او اسرع حاجه في المشي هو كده، بس كفايه كفايه، ما تعملش اكتر من كده. بعد التمرين يعني بعد التراويح بنبدا تمرينات المقاومه. تمرينات المقاومه امتى؟ بعد التراويح. ومفيش حاجه اسمها اشرب ميه كميه كبيره مره واحده، لا خالص، طبعا ده مش صح. الصح ان انا اوزع كميه الميه على مدار اليوم. والناس اللي خايفه انها تفقد كميه عضلات او ماسلز او جسمها يقع او بقالها سنه بتتمرن وخايفه على جسمها، بناخد كازين فين؟ في ساعه السحور، اللي هي بناخد جبنه قريش، ناخد علبه زبادي. الكلام ده كله ده في غايه الاهميه، وبالذات الجبنه القريش على معلقه زيت زيتون ولا حاجه، ده ممتاز. طب الناس بقى اللي تحس انها طول اليوم عطشانه، عطشانه، ابعت لي وانا هقول لك ايه الاجابه. كل سنه وانتم طيبين.